بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن اسباب تساقط الازهار وتنفيذ الازهار لجميع النباتات بعد رياح الخماسين في مصر والعالم. اول شيء تساقط الازهار والتنفيذ بسبب الرش اثناء التزهير، طبعا بيبقى خطأ. رش المركبات النحاس اثناء التزهير برضو خطأ. ابتلاء الحبوب اللقاح ده برضو خطأ، وخاصة في النباتات اللي بيبقى فيها التلقيح ذاتي او التلقيح عن طريق الرياح او النحل او اصناف اخرى. لا يفضل رش الاحماض الامينيه مع الفطريات قبل وبعد التزهير او اثناء الاصابه. الري الغزير او التعطيش ده خطأ. خلط الحشري مع الفطر خطأ. الرش بمحلول ماء الصرف خطأ. الاسراف في رش وتسميد المنظمات الطبيعيه ده خطأ. الزراعه في اراضي غادقه او غير جيدة الصرف ده خطأ. الرش في وجود الرياح خطأ. نقص الكالسيوم والبورون، نقص البورون والمولبيديوم، نقص في البوتاس والفوسفور. عدم الانتظام في الري، فلا بد من الري في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس. عدم الري في أثناء الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة. زراعة الرياح، طبعا سرعة الرياح وارتفاع درجة الحرارة وزيادة تسميد النيتروجين اللي له أثر برضو على زيادة تساقط الأزهار. عدم التخزين الجيد للأشجار في العام الماضي من تقليم وعزيق ونظافة المزرعة وخلافه. عدم تعرض النباتات للإجهاد من عطش وزيادة في الري. نقص عنصر الزنك. الإصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، الإصابة بالنيماتودا والأمراض البكتيرية والفيروسية. تعرض النباتات لأعفان الجذور. الزيادة في حمل الأزهار طبعا بيسبب في طبعا تساقط الأزهار، أو الزيادة في حمل الأشجار للتزهير الزائد في مثلا مثل السنين اللي هي طبعا بتكون فيها خاصية تبادل الحمل، اللي هي في سنة بيبقى المحصول بيبقى فيه زهر كتير وسنة بيبقى فيه زهر قليل. فالأزهار الكتير طبعا بيتساقط منها جزء. ونركز أهم شيء التسميد صباحا ومساء. دمتم في أمان الله والسلام عليكم.